اهلا وسهلا. اهلا. اهلا. ازيك يا عم حسن؟ أهلاً. ازي حضرتك؟ الحمد اتفضل. لله الحمد اسف لله. جدا جدا ان انا اتاخرت على حضرتك، معلش. لا والله. غصب عني والله. والله يا حبيبي مقدر. تشرب ايه؟ شربوني قبل ما تيجي. لا 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 معلش، تشرب ايه بقى من الاول كده؟ هو مظبوط. اهو مظبوط. محمود، محمود تعال. اوامر يا فندم. اهو مظبوط للباشا، بس يعني عم حسن ده زي ابويا بالظبط، لو هو زعل من القهوه دي انا هزعل منكم كلكم. يلا اوامر يا فندم. كتر خيرك يا ابني. عارف يا فندم، انت مقامك كبير قوي عندي، ازاي بقى؟ جار ومعلم ووالد، كل حاجه حلوه. تحت امرك، اموري. امر الله يا ابني. انا والله مش عارف اقول ايه، لكن هقول. لا قول على طول طبعا. منال، الاستاذه منال بنت حضرتك خير؟ بتقابلك ليه وفي اماكن بره الشغل؟ الموضوع ده عمل مشكله كبيره قوي ليها وخطيبها وليا انا كمان، واسئله ملهاش اول من اخر. طبعا عارفك كويس وعارف بنتي اكتر، لكن خطيبها لا يعرفك ولا يعرفها زي ما انا عارفها. المفروض اول مره بنتي ما تريحنيش ولا تبل ريقي، فقلت اجي لحضرتك. حضرتك ايه بس يا عم حسن؟ انا عادل نصار، ده انا ابن حضرتك التالت يعني. ده اللي شجعني ان انا اجي واسال وافهم. لا يا ابني، عمري ما حطيت رجلي عندكم الا عشان البطاقه. وانا هريح حضرتك على الاخر وعامل لي ريقك يا عم حسن. تشرب بس القهوه وتحت امرك في كل اللي انت عايزه.